السلام عليكم. كنقسم لكم بالله الا تبعتوا هاد القوانين غتنجحوا في التجاره ديالكم. هاد الميساج بغيت نوجهه للناس اللي باغيين يبداو في التجاره. راه هاد المعلومات اللي غادي نقول لك مستحيل تلقاها في شي بلاصه اخرى. ركز معايا مزيان. الا بغيتي تنجح في التجاره ديالك، سواء عندك محل ولا خدام في التجاره الالكترونيه، راه مستحيل ينجح شي واحد في التجاره ديالو الا ما تبعش هاد القوانين. نتحداه. وهاد المعلومات اللي غادي نعطيك راه من تجربه ديال السنين اللي دوزت في البيع الشراء. جميع التجار تابعين نفس القانون. مستحيل تلقى شي واحد ناجح وما طبقش نفس هاد القوانين. اول حاجه خاصك تبدا بها هي الورقه والستيلو، حيت هادو هما الاساس ديال البيع الشراء قبل من راس المال. اما بالنسبه لراس المال راه ممكن تبدا غير ب 400 درهم 500 درهم درجه بدرجه على حسب راس المال ديالك. اول حاجه الا بغيتي تشري شي سلعه خاصك تقيد شحال غتشري منها وشحال باش غتبيعها، وخاصك تعرف شحال باش كيبيعوا المنافسين ديالك في نفس المدينه ديالك، حيت ماشي نفس الثمن اللي كيكون في جميع المدن. ولا كنتي باغي تبيع سلعه ديالك بالزربه خاصك تنقص عليهم واحد شويه، وهاد الطريقه راه كتبيع بها بالزربه وكتكسب فيها الكليان. اي واحد يتقدى عندك غادي يرجع عندك مره اخرى. عاد ديك الساعه تشوف فين هتبيع السلعه، واش عندك محل ولا غادي تبيعها في الانترنت. من بعد هاد المرحله كدير الحساب ديال المصاريف اللي تابعينك، مثلا كاري المحل وعندك فيه الضوء والمار والمعيشه ديالك. هاد المصاريف كامله خاصك دير لهم الحساب شحال كيطيحوا عليك في الشهر. عاد ديك الساعه تقرن الربح اللي غادي تربح في السلعه مع المصاريف شكون هو فيهم اللي كتير. وخاصك دير الحساب باللي ما يمكنش تبيع كل شي سلعه اللي شريتي في نفس الشهر. مثلا على حساب المحل واش كاين في البلاصه اللي كيدوزوا فيه الناس بزاف ولا شي بلاصه قليل فاش كيدوز فيه شي واحد. ولا كنتي غادي تخدم في المحل من احسن تكون عندك السلعه مخلطه، ماشي تشري نفس السلعه. ومن احسن كل حاجه تاخذ فيها العدد صغير حتى تعرف اين هي السلعه اللي كتمشى لك مزيان، كتزيد فيها، كتجرب موديلات اخرى اللي ما جبتيش للمحل من قبل، وهكا باش كتكسب المعرفه وكتعرف السلعه اللي كتمشى لك. نفس القانون اللي كيطبق على اصحاب التجاره الالكترونيه، تقريبا غير مختلف عليه شي شويه. غير بالنسبه للتجاره الالكترونيه ممكن تخدم غير بمنتوج واحد، كتقاد ليه فيديو اشهاري، ولا ممكن تخدم غير بتصاور وكتحاول تكتب عليه الوصف الدقيق اللي كيعطي جميع المعلومات على المنتوج ديالك. ودائما حاول تخدم على الجوده، كتشوف المنافسين ديالك شحال باش كيبيعوا المنتوج، ونفس الطريقه كتحاول تنقص عليهم شويه باش حتى انت تبدا تبيع. كتشوف شي شركه مناسبه ليك ديال التوصيل على حساب واش انت غتبيع في جميع المدن ولا غتبيع غير في المدينه ديالك. ومن احسن الا عندك راس مال صغير تبدا تبيع غير في المدينه ديالك والنواحي اللي قراب ليك باش توصل سلعه لراسك. الا عندك موتور، الا ما عندكش راه ممكن تمشي في الطاكسي ولا اي وسيله اخرى باش يتقام عليك توصل رخيص. وحاجه اخرى، دائما الا غتصيفط السلعه في شركه ديال التوصيل حاول تقدها في شي كرتونه تكون قاصحه، حيت مالين التوصيل راه كيحطوا الكرتونه فوق الكرتونه، ممكن يحطوا الكرتونات ثقالين على الكرتونه ديالك. وديما قبل ما تصيفط السلعه لاي واحد خاصك تاكد معاه 2 مرات. المره الاولى غتهضر معاه في نفس النمره باش هضرتي معاه الاول، غتقول ليه باللي صيفطتي لي السلعه. من بعد بواحد نص ساعه حاول هضر معاه في النمره اخرى، مثل راسك كانك من اصحاب شركه ديال التوصيل. ديك الساعه غادي تعرف باللي هو مهتم بديك السلعه ولا لا. وهاد القوالب ضروري ديرهم مع المغاربه، حيت اغلبيه كيبغي غير يدوز نهارو هو ما بغى والو اصلا. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى تستافدوا من هاد المعلومات. الا استفدتي ما تنساش دير معاك اللايك وتبارطاجي المعلومه مع اصحابك. الا كنتي باغي تبدا التجاره ديالك في المجوهرات بحال بلاكيور وساعات ونظارات في جميع انواعها بالجمله، الا كنتي مهتم تواصل معنا في هذا الرقم 07 02 83 64 01، ولا دخل الصفحه ديالنا في الفيسبوك مجوهرات بالجمله، غادي تلقى فيه كل شي سلعه اللي عندنا مع اثمنه ديال الجمله.